قمة ثلاثية حول سوريا ضمت كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. لكن التصريحات الصحفية التي تخللتها كانت مثار جدل ليس بخصوص سوريا وإنما السعودية، حيث كان للهجمات التي تمت على منشأتين نفطيتين في بقيق وخراز حضورا واضحا خلال المؤتمر الصحفي وأسئلة الصحفيين، ورغم أن الرئيس الروسي قال إنه لم يتطرق لهذه المسألة خلال الاجتماع أو لم يتطرق لها. كان جواب بوتين عن الهجمات دعوة للسعودية لشراء منظومة صواريخ روسية دفاعية لتحميها، لكن اللافت والمستغرب كان إشارته إلى الآية القرآنية التي تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فيما يخص مساعدة السعودية، في القرآن الكريم مذكور عدم قبول أي نوع من أنواع العنف إلا لحماية بني جنسك ولحماية شعبك ووطنك والأجيال القادمة، فنحن مستعدون لتقديم مساعدات للسعودية، وعليها أن تتخذ قرارا سياسيا حكيما على غرار ما فعله قادة إيران عندما اشتروا S-300 وكما فعل الرئيس أردوغان عندما اشترى منظومة S-400. هذه المنظومات قادرة على الحماية. شكرا. بوتين أيضا استشهد بآيات قرآنية أو بآية قرآنية ثانية عند حديثه عن إيجاد حل لأزمة اليمن. دعونا نستمع لما قاله. نحن نعتقد أن الحل الأمثل لأزمة اليمن هو الاتفاق بين جميع الجهات المنخرطة في هذه الأزمة، وبما أننا موجودون في تركيا التي أغلب سكانها من المسلمين، لا أستطيع إلا أن أستذكر آيات من القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الكثير من مستخدمي وسائل التواصل استغربوا وجود آيات في جواب بوتين الذي يبدو أنه حضر الإجابة عنه، ومن بين التغريدات عن الموضوع بدون استثناء قال على أساس، هنا من يسمي نفسه بدون استثناء عفوا مشاهدينا في هذه التغريدة يقول: على أساس القوات الروسية في سوريا جالسة تقدم ورد على السوريين، فعلا مسخرة. أما من يسمي نفسه الشيخ أبو إيفانكا قال: أفخاء أذرعي وبوتين يحاضرون المسلمين عن أخلاق الإسلام ويستشهدون بآيات القرآن والأحاديث النبوية تيمنا بالعلامة التقية إيفا بنت ترامب رضي الله عنها.